او معانا فرق جديده جدا. ايوه كل مره بيبقى فيه تغيير. شايفه دي الرقم كام اول مره اجي فيها. اول مره تيجي القلعه جيتي عشان حلا؟ اه ايه اللي شجعتك؟ بصراحه التنظيم حلو قوي، ويعني في تنظيم كويس قوي يعني النهارده. المكان، ايه رايك في المكان بالليل؟ القلعه بالليل لما تشوفي كده المسرح والاضاءه. لا المكان حلو قوي بصراحه، والتنظيم حلو وتدخلي لغايه جوه بالعربيه. ما تعبناش خالص في يعني في الدخول خالص. جميل. طب النهارده حلو قوي بصراحه يعني الجو جميل وهما بصراحه يعني والله الجو جميل جدا ويعني الاجواء حلوه. كل الاجواء موجوده النهارده رائعه. حلقه قولي لي بقى السنه دي يعني يختلف عن السنتين اللي فاتوا في ايه؟ ايوه اكيد يختلف. المره اللي فاتت ما كانش في ناس لايقه تقعد وما كانش في تنظيم، دلوقتي في تنظيم والموضوع بقى احلى. وفي يعني في اقبال من الناس برضو، وفي الناس كلها قاعده ومستمتعه بالفرق اللي بتقدم. الاجواء رائعه الحقيقه. يعني انت جايه مخصوص عشان هشام عباس ولا عشان مين؟ جايه عشان النهارده هشام عباس. جايه عشان هشام عباس. جميل. بتحبي له اغاني ايه؟ بحبه اللي هي اغنيه بتاعت فينو دي تحفه. انا جايه اصلا متخصصه عشان الاغنيه دي، وفي اغاني تانية كتير. هتطلبيها النهارده منه مخصوص؟ اكيد طبعا. اكيد هيغنيها مخصوص عشان حلقه. وطبعا انا مبسوطه قوي ان انت جيتي النهارده، واتمنى ان انتوا المره الجايه تجيبوا بقى العيله كلها وتحضر معاكم. ماما معاكم. ايه رايكم ايه رايها في الحفله؟ لا كله بصراحه هما بيحبوا هشام عباس قوي.
النهارده في مهرجان القلعه بيسعدنا يكون معانا ندى سلمى روان. اهلا بيكم معانا منورنا. اولا دي المره الكام اللي بتيجوا فيها مهرجان القلعه؟ لا دي أول مرة بصراحة أحضر. اول مره؟ يا كتير قوي. ايه رايك طب في المكان في الاول؟ لا بصراحة المكان جميل قوي والناس كمان يعني حضورها حلو والحمد لله. انا تاني مره تقريبا، بس اول مره كنت صغيره قوي قوي فمش فاكره. على حاجه ان النهارده الجو حلو قوي ومزيكا جميله جدا، فالجو العام عامه لذيذ قوي النهارده يعني. ايه رايك في القلعه عموما بالليل، والمنطقه شكلها ايه بالليل، والقمر كده النهارده وهو بدر يعني؟ فظيعه الصراحه، وعاملين لنا منظر حلو قوي وحاطين نار في كل حته، والقمر كمان حتى كامل، فاحنا قاعدين كلنا يعني مبسوطين قوي مع بعض. يعني مش اول مره تتعرفي عليهم النهارده؟ لا مش اول مره، انا جيت لهم قبل كده كتير فشدتهم كلهم معايا يعني ان ننزل ننبسط شويه. انت عرفتيهم منين وازاي يعني؟ ايه اللي عرفتيه عن الفرقه؟ اعرف الفرقه من واحده صاحبه مامتي قالت لي عليهم وانا عندي 15 سنه مثلا، دلوقتي يعني ده كان من 6 سنين. ودلوقتي يعني اعرف سلمت على هاني مرتين قبل كده، عشان انا كنت برضو بحب ان انا يعني اتعرف على الناس اللي بتعمل مزيكا حلوه، وكنت مبسوطه قوي يعني ان انا لقيت فرقه بتعمل مزيكا حلوه في مصر. انا بحب الفرقه البيتلز اصلا اللي هم بيعملوها. طبعا عارفه ان دي البيتلز، يعني دي يعني بصي احنا اتربينا على اغاني البيتلز. ايوه طبعا. انا بصراحه يعني ما كنتش بيتلز قوي، هي سلمى عرفتني عليهم الفتره الاخيره دي، وبصراحه اغنيه ويستن شاوت ودرايف ماي كار اللي كانوا لسه بيلعبوها دي يمكن اكتر اغنيتين حبيتهم ليهم. انا ما اعرفهمش قوي وجاي عشان اقعد مع صحابي يعني، بس انا عجبني قوي انوار القلعه والاورجنايزيشن جدا. كل السنين اللي فاتت دي كنت بتسمعي عن مهرجان القلعه ولا اول مره بتسمعي عنه؟ ما كنتش بسمع عن المهرجان، بس عارفه انه في ايفنتس بتحصل زي الافراح وكده في القلعه. بصراحه كنت دايما بالنسبه لي حاجه جميله جدا ان هم بيستخدموها بالاسلوب ده. لكن اول مره تسمعي ان دار الاوبرا بتعمل مهرجان في القلعه. انت عارفه السنه دي السنه رقم كام اللي بيتعمل فيها المهرجان؟ احنا والله منبهرين جدا ومش هتبقى اول مره. يعني انت عارفه ان بيجي المهرجان ده هاني شاكر وبيجي هشام عباس، وامبارح كان كل نجوم العالم العربي بتيجي في المهرجان. مش بس كده، كل نجوم جدا من الفرق من كل انحاء العالم، بجانب فرقه كريستال احنا معانا كمان فرقه هنديه، ده غير هشام عباس. يعني احنا عرفنا الطريق خلاص. شفتوا النجوم اللي هيشاركوا في المهرجان هذا العام؟ اللي انتوا تحبوا ان انتوا تحضروا حفلته؟ والله انا ما شفتش قوي يعني مراكز اليوم من خلال المهرجان، بس انا سعيده ان انا بشوف النهارده الشباب كده وهم بيحضروا. انتوا شايفين بقى رد فعل الجمهور على الفرق والحضور في القلعه ازاي؟ لا انا شايفه الناس كلها مبسوطه بالعكس، وحاسه لو الناس عرفت عن الموضوع اكتر هيبقوا عايزين يجوا اكتر بكتير يعني. حاسه التنظيم بقى للحفله جدا جميل قوي قوي قوي. الغنى بقى يعني مسرحيات، شوز، فرق بقى من جوه مصر ومن بره مصر، يعني نتوسع يعني ان شاء الله. ندى تتمني تشوفي ايه؟ ان شاء الله. تحبي السنه الجايه تتمني تشوفي ايه؟ يعني اتمنى اشوف زي ما النهارده بالظبط الصراحه، لان انا ما بصدق اجي اشوف لهم حفله، فكده كده لو نفسي زي النهارده انا هاجي برضو السنه الجايه ان شاء الله يعني. روان تتمني تشوفي ايه في مهرجان القلعه السنه الجايه مش موجود السنه دي؟ يعني المفروض ابقى عارفه الاول هم جابوا ايه، بس لو مثلا يجيبوا حاجات ايفنتس اكتر ان شاء الله. بشكركم جدا واتمنى لكم يعني سهره سعيده مع المهرجان الليله. سعدنا يكون معانا الفنان امير غالي، وهو طبعا عازف الجيتار ومطرب مع فرقه جلاس اونيون. انا طبعا سعيده جدا ان انا بقابلكم النهارده. ادائكم النهارده كان اكثر من رائع، لكن ليه اخترتوا البيتلز بالتحديد اللي هي تقدموا دايما اعمالها من خلال الفرقه؟ هو ليه اخترنا البيتلز؟ هو كل واحد فينا كان بيحب البيتلز لوحده، ملناش علاقه ببعض.
وانا بحب البيتلز من وانا صغير خالص، يعني كنت بسمعهم على طول. كلنا اتربينا على اغاني البيتلز. بالظبط كده، واهالينا طبعا اتربوا على البيتلز سوا. فاحنا 4 بيحبوا البيتلز اتجمعوا مع بعض وعملنا الباند ده في 2010. ما كناش متخيلين ان هو هيكمل كل السنين دي يعني، بس يعني الحمد لله ان احنا وصلنا للفرصه دي وبقينا يعني في مهرجان القلعه. ده شرف. مهرجانات يعني اخرى شاركتوا فيها غير مهرجان القلعه؟ والله نفسنا نلعب في مهرجانات زي كده اكتر، واحلام اكبر بقى من جلاس اونيون. نفسنا يبقى عندنا مهرجانات اكتر بكتير جدا من يعني بجانب مهرجان القلعه ان شاء الله. انت شايف مهرجان القلعه ازاي، وشايف التواجد الاوروبي من خلال الفرق؟ يعني احنا معانا النهارده فرقه هنديه، وامبارح كان في فرقه يعني اوروبيه اخرى. شايف المهرجان كله صداه في العالم كله ازاي؟ أنا شايف إن المهرجان جميل جدا. الحضور يعني ده مهرجان معمول للشعب كله، الناس كلها حاضرة من كل الأطياف ومن كل المستويات. دي حاجة محتاجينها أكتر من كده بكتير في مصر، لأنه طبعا المزيكا جزء كبير جدا من ثقافة الشعوب، وبتفرق كتير جدا جدا في ثقافة الشعوب وفي تطور الشعوب. المكان بقى والتحضير وكل ده. المكان طبعا مكان يعني مهيب، يعني ما اقدرش اقول حاجه. المكان هايل والصوت في المكان جميل جدا، يعني اضاءه اكتر من رائعه. يعني الحقيقه كل الاجواء النهارده يعني بتشجع على ان كل الناس تيجي وتستمتع بالمهرجان. والاضاءه حلوه جدا والمزيكا حلوه جدا، الناس التيم كله جميل جدا، ونشكرك ونشكر التلفزيون. وادائكم كمان كان اكثر من رائع، فبشكركم واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ميرسي جدا جدا، شكرا ليك، ميرسي جدا جدا. وبيسعدنا يكون معانا النهارده في مهرجان القلعه ولاء جايه من هولندا، وبقالها حوالي 15 سنه في هولندا. فانا بقول لك الحمد لله على السلامه، ويا رب تكوني مبسوطه معانا النهارده في مهرجان القلعه. كتير قوي مبسوطه فعلا، يعني الحفله حلوه جدا والتنسيق ممتاز والجو لطيف قوي قوي قوي. قولي لي بقى بتعملي ايه في هولندا؟ انا سافرت من زمان قوي عشان خاطر زوجي هناك واولادي وجامعاتهم هناك وانا محاميه. طب انت رجعتي مصر دلوقتي في اجازه، شايفه مصر ازاي؟ شايفه في فعلا تقدم وازدهار ولا تقدم كبير قوي قوي قوي، شايفه اختلاف كبير قوي في الطرق وفي الشوارع، وانا مبسوطه كتير قوي صراحه يعني. رحتي اتفرجتي على المدن الجديده، رحتي اتفرجتي على العاصمه الجديده، اسكندريه الجديده ورحت القاهره الجديده، يعني شيء مبهر صراحه، يعني حلو قوي. انت عارفه ان ده الموسم ال 32 لمهرجان القلعه؟ انا كنت بتابعه وانا في هولندا وبتفرج عليه على التي في وكده، بس اول مره احضره ومبسوطه قوي. من اول ما انا جيت داخله صراحه القلعه، يعني في تنظيم حلو قوي وفي امن كتير قوي قوي يعني، ودي بتبقى بنسميها حاجه فيلخ او امان للناس اللي بتبقى موجوده، وده اهم حاجه، ان انت داخله مكان حاسه ان انت متامنه جواه. والتنظيم الحفله حلو قوي، والفرقه موسيقيه جميله جدا. مجموعة الفرق النهارده المشاركة بجانب طبعا الفرقة الألمانية، معانا الفرقة الهندية ومعانا هشام عباس. بتحبي هشام عباس؟ انا جيت عشان هشام عباس صراحة. انا بحبه قوي.
جميل جدا. طبعا اتمنى ان انت تستمتعي بالحفله، واتمنى ان انت تستمتعي ببلدك مصر في كل مكان فيها. طبعا النهارده القمر 14 كده زي ما انت شايفه طالع على وشكم الجميل، فانا سعيده جدا بيكم وبحضوركم النهارده في المهرجان. ايه الحفلات تاني اللي تتمني تحضريها في المهرجان؟ ان شاء الله هحضر بتاعه هاني شاكر وعلي الحجار ان شاء الله وعمر خيرت ان شاء الله تستمتعي بكل حفلات القلعه السنه دي، وتستمتعي بكل لحظه ليكي على ارض مصر. وفعلا في تحول كبير، هتستمتعي باماكن كثيره جدا. رحتي ممشى مصر ولا لسه؟ رحته حلو قوي 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 حلو. وخرجتي بره القاهره ولا لسه؟ رحت الساحل ورحت الغردقه، حلوين قوي وكل حاجه حلوه كده. كل حاجه فيها تغيير كبير وفعلا لا متغيره كتير كتير والاحسن، وان شاء الله متقدم اكتر ان شاء الله باذن الله. يا رب دايما في تقدم وازدهار، ويا رب دايما منوره بلدك مصر ووسط اهلك كلهم كده. بشكرك على وجودك معانا وبتمنى لك سهره سعيده. ميرسي قوي، مشكور ليكي جدا سهره سعيده. شكرا، ميرسي قوي. أحبائنا المشاهدين، في نهاية الغلا بشكركم. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحفل الليلة. نلتقي في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامجنا أوبرا القاهرة.